المنهجي السنة يعني، لماذا تسكت عنه؟ قل لنا يا أخي. المسألة فيها قولان، ما في قول واحد. الغناء والموسيقى حرام، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك، ما الآنك الرصاص المذاب. حرام حرام، بصير عندنا عقيدة أن الموسيقى حرام. ويا ويل واحد متدين أو كويس وبنعرفه إيه مسكين بتقعد معاه في السيارة بخبي السيديهات فيروز وديع الصافي، لأنه حرام. حرام إيه يا أخي؟ حرمتوا علينا عيشتنا وحياتنا، حرام إيه؟ ما علموهوش أنه في عشرات الأئمة الكبار أساتذة مثل مالك والشافعي يعني في هذه الرتبة، وبعضهم أساتذة للشافعي وأساتذة لأحمد، كانوا مغنين وكانوا ضربين على العود وعلى آلات الوترية، ومن الصحابة وأبناء الصحابة وبنات الصحابة، وأشياء ثابتة لا مجال للطعن فيها، وعشرات الآراء في المسألة، وأئمة كبار. حلال قال لك ما في شيء، حلال الموسيقى والأدوات والعود وكله حلال. ولا مرة نسمعها. يعيش واحد فينا 50 سنة يسمع حرام 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 حرام، والموسيقى والغناء وكذا، والتلفون بتخجل من رنته، قال برن، قال إنه برن يعني عيب في المسجد، حولها الله أكبر. دائما نأذن إحنا، نقتل نؤذن، نأكل نؤذن، نذبح نقطع رؤوس نؤذن، دائما. قصة غريبة جدا. طبعا فطلع عندك عقل مسلم مسطح، كما أقول بعمق 1 ملي، واحد أنبوبي بؤبؤي وثوقي جامد، مستعد يقتل يكفر ويقتل على أي آراء مثل هذه. إيش هذا يا أخي؟ وقال لك لا 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 لا، أنا أقول لكم وعلينا كإسلاميين أن نراجع أنفسنا. نحن أسأنا إلى العقل المسلم، أسأنا إلى العقل العربي، لم نساهم في إنعاش هذا العقل والوعي بحيث نكون أيها الإخوة متقدمين على غيرنا بخطوات في هذا السبيل. نقول نحن الذين أسسنا للديمقراطية الحقيقية الآن، نحن الذين أسسنا قبل الليبرالي وقبل العلماني للانفتاح الفكري والانفتاح المعرفي، للقول بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا. نحن لا، ما عندناش القدرة نقول هذا أبدا، مش صحيح.